السلام عليكم، اهلا وسهلا بالمشاهدي الكرام. خوتي خواتاتي، اول حاجه غنبدا بها هاد الحلقه هذه هي التعازي الحاره الشعب التركي وكذلك الشعب السوري. الناس اللي ماتوا الله يرحمهم والله يجعل مثواهم الجنه ان شاء الله. الناس المجروحين الله يشافيهم، والناس اللي فقدوا الاهالي ديالهم الله يصبرهم والله يرزقهم الصبر والسلوان ان شاء الله. كذلك بالنسبة للناس اللي باقيين تحت الأنقاض كنتمنى من الله عز وجل الله يعجل لهم بالخروج إن شاء الله، والله يرحمهم أجمعين يا ربي والله يكون معهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. خواتاتي الغاليات، الآن غادي ندوزو الوصفة اللي هي وصفة طبيعية 100%. كيف كتلاحظوا غادي نديرو الكوماج ديال القهوة، القهوة مع الجيل الالوفيرا. كيف كتعرفوا ان الالوفيرا ولا سمات واجده بزاف، هاد النوع هذا بالخصوص، لان هاد النوع اللي كيتحتاج للتجميل، لانها فيها بزاف ديال الانواع، انواع كثيره ديال الالوفيرا. كيف كتلاحظوا غادي نستعملوا هذا. غادي ناخذوا الجيل، غادي نقطعوه بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي ندوزوه بالطحان حتى غيولي سائل. بالنسبه للويفيرا ولات متواجده بزاف، كاينين الناس اللي كيديروها في جرادي، كاينين الناس كيديروها في الفاز، يعني ولات متواجده بكثره. تستعملوها علاش لا، وعندها افاده، يعني فوائد كثيره بالنسبه للبشره. كذلك القهوه عندها واحد الفوائد اللي هي كثيره، فيها واحد يعني فيها ماده الكافيين اللي هي كتساعد على، يعني كتحارب لينا شيخوخة الجلد، ما كتخليش البشرة فيها تجاعيد. كذلك بالنسبة للناس اللي كيعانيو من الانتفاخ اسفل العين، كذلك كتخفف من هذا الانتفاخ، وكذلك كتساعد على التخفيف من الهالة السوداء، ومضادة الالتهاب. كذلك الناس اللي عندهم البشرة دغيا كتلتهب، يعني حساسة شوية، كذلك كتصلح لهم هاد المادة ديال الكافيين. كتساعد على إزالة الخلايا الميتة. كيف كتلاحظوا هاد الالوفيرا، كيف كتلاحظوا راه دغيا يعني نخدموها بالفورشيط. بغينا نسرعوا هذا، كنمشيو نطحنوها. كيف كتلاحظوا ولات عندنا جيل سائل. الان غادي نبداو على بركه الله في الكوماج. غادي ناخذوا 2 معالق ديال القهوه، يعني داكشي اللي غادي يكفينا بالنسبه للبشره ديالنا. ناخذ 2 معالق ديال القهوه، من طبيعه الحال قهوه يعني مطحونه، هي من الافضل تكون قهوه مطحونه على اليد. وكذلك غنضيفوا 2 معالق ديال جيل الالوفيرا. من بعد غادي نخلطوه مزيان، لان المعلقه كيف كتلاحظوا ما كتعمرش ليا بزاف. المهم هاد العبار هذا، هاد الوزن راه ديال 2 معالق، لان كيف كتعرفوا ان الجيل ما يعني كيهرب شويه. من بعد نخلطو مزيان، ثم نضيفو السكر الابيض. ويعني الا كان متواجد سكر الاشقر حتى هو مزيان البشره، كيساعد على الكوماج. هذا الماسك ان شاء الله جربوه وما غاديش تندموا عليه. من بعد ما كندمجوا جيل الوفيرا والقهوه غادي نضيفوا السكر. يعني درت انا السكر الابيض، تقدروا ديروا السكر الاشقر. خدينا 2 ديال المعالق. من بعد غادي نحركو مزيان، استمروا في التحريك. من بعد ما غادي نخلطو، غادي ناخدو ملعقه ديال زيت الزيتون. وزيت الزيتون كيف كتعرفوا راه يعني تبارك الله فيها فوائد كثيره بالنسبه للبشره. الناس اللي كيعانوا من التهابات خصوصا مع هذا البرد، الناس اللي كيعانوا كذلك من التقشير ديال البشره، كاين كذلك الناس اللي كيعانوا من جفاف البشره.
وكتأدي بهم التجاعيد. يعني زيت الزيتون راه مهم بزاف. كيف كتلاحظوا خلطنا مزيان. هذا هو الكوماج ديالنا، الكوماج ديال القهوه وجل الالوفيرا وزيت الزيتون كذلك. الان غندوزو للوصفه الثانيه اللي هي كذلك ديال القهوه. غادي ناخذ ملعقه ديال القهوه، غادي ناخذ واحد الملعقه صغيره ديال العسل، ومن طبيعه الحال انا درت العسل الحر، تقدروا تستعملوا العسل يعني العادي، واللي عنده العسل الحر يديرو. كذلك غادي نجيبوا الكوك. غادي تصلح لنا هاد الوصفه هذه الناس اللي كيعانيوا من جفاف البشره، يعني البشره الجافه. وملي كنقول البشره الجافه يعني البشره اللي جافه، يعني كتاثر بزاف في هاد البرد. يعني الدهنيه وكتاثر بهذا البرد، وما ادراكم بالبشره الجافه. كيف كتلاحظوا غادي نجيبوا زيت الكوك وغادي نخلطوها مع هاد الملعقه ديال القهوه. غادي نخلطو مزيان حتى هي يعني كتجي رائعه وكتجي زوينه زوينه بزاف. جربوها وما غاديش تندموا. عندكم جوج ديال الوصفات ديال القهوه، يعني راهم زوينين بزاف. نخلوهم على البشره تقريبا 20 دقيقه. من بعد غادي نبقاو نفركوا البشره ديالنا يعني بحركه دائريه حتى كتدوز 20 دقيقه. والوجه ديالنا كنحسوا به كيرتاح، لان ملي كتقومي البشره ديالك كتكون واحد الراحه نفسيه وراحه، يعني كتحسي بالبشره ديالك محتاجه لهذاك الكوماج. ومن بعد فاش كدوز 20 دقيقه كتغسلي البشره ديالك بماء دافي. خواتاتي الغزالات، الى عجبتكم الوصفه كنتمنى ديروا ابوني ولايك وبارطاج، وما تنسوش كذلك كومونتير. وشكرا على المتابعه، والى وصفه قادمه والى حلقه مقبله ان شاء الله.